ما دام كده ما فيش فايدة، ما دام كده كلها ضياع بدون أي جدوى، يبقى بلاش معاصي. ما دام كده هي خربانة يبقى بلاش معاصي. هاقول لك ليه، أنا مش عايزك تتعلم قرآن، ولا عايزك تتعلم حتى علوم شرعية، ولا عايزك تبتدي تنمي نفسك في مهارات تأهلك للتعامل مع الحياة والتعامل مع العوام والتعامل مع الأهل لو كانوا مش أحسن شيء، وتتعامل مع أي حد بحيث إنك تبقى مرتاح نفسيًا في حياتك، ولا مهارات soft skills ولا مهارات شخصية ولا تتعلم أي شيء خالص. ابدأ بس بعدم العصيان، وكده ربنا إجباري هيبدأ معاك واحدة ما دام بطلت عصيان. هتلاقيه بدأ معاك بالقرآن، واحدة لقيت نفسك بتبدأ في يسير من العلوم الشرعية، ولو ما فيش علوم شرعية القرآن كفى في الزمن دوّة. بعد كده ربنا رماك واحدة على voice over، رماك على مونتاج، رماك على علاقات ومعارف طيبة، رماك على إنك تتعلم من الحياة وتفوق وتبقى معاك مهارات شخصية زي soft skills، knowledge وفكر high standard، الmindset بتاعتك بقت أحسن، مستوى نظافتك الشخصية، مستوى علاقاتك، مستوى تفكيرك، الناس اللي حواليك عرفت تتعامل معاها إزاي، غيّرت المحيط اللي حواليك بيك بالكامل حتى الأهل، ما دام في سبب أذى، ده كله عمره ما هييجي طول ما في عصيان. هتعيد وتزيد، أنا مش عايزك تعمل أي حاجة، ما دام هي كده خربانة، انهي العصيان. هتعيد وتزيد تاني وترجع في العصيان، يبقى اقفل الفيديو ده ما لوش أي لازمة، وكمّل زي ما أنت. أشهد أن محمد رسول